العشرات المرات ولا مئات المرات، يعني لن نمل ولن نكل من اجل المصلحه ديال المغرب الرياضي الفاسي. اليوم الوقفه كتجي في واحد السياق اللي هو مشحون. المجموعه قبل ايام دارت جميع اشكال ديال الوساطه وجميع اشكال ديال الصلح من اجل اننا نوصل لواحد الحل اللي هو ودي، لان اللي غيزيد بفريق المغرب الرياضي الفاسي للقدام. لكن شفنا واحد التعنت، شفنا واحد هذا تغليب المصلحه العامه من طرف بعض الناس. كاين اللي بغى يرد فريق المغرب الفاسي هو واحد الورث ديال واحد العائله معينه، وكاين اللي بغى يجر فريق المغرب الفاسي لواحد اللون واحد الطيف سياسي معين. وغادي نجيب صريح العباره، هو حزب الاستقلال. بغاو يجروا فريق المغرب الفاسي كما هو معلوم ان فريق المغرب الفاسي هو جميع الساكنه ديال مدينه فاس بجميع المكونات ديالها، بجميع يعني الاختلافات ديالها، بجميع الايديولوجيات ديالها. ما يمكنش اننا غادي نحصروا هذا الفريق هذا لواحد الفئه معينه. اذا رجعنا للتشكيله ديال الجمعيه غنلقاو 46 عضو داخل الجمعيه، ثلث منهم هم من عائله وحده، عائله ديال الجامعي، الثلث الاخر هما خدامين عند العائله ديال الجامعي، الثلث الاخر اللي هو ديال الاحترافه ديالهم والمراقه ديالهم. اذا ما بقاتش هذه جمعيه ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي، ولات جمعيه ديال واحد العائله معينه. وهذا الشيء اللي كنرفضوه بالبتي والمطلق. المغرب الفاسي هو ديال الساكنه ديال مدينه فاس بجميع الاطياف ديالها، ماشي شي عائله واحده. مؤخرا كما قلت بان المجموعه دارت مجموعه ديال المحاولات ديال الصلح، ودارت مجموعه ديال المحاولات ديال الوساطه باش توصل لواحد الحل اللي ممكن انه يزيد يدفع بالفرقه للقدام. لكن شفنا كاين واحد التعنت. من بين الامور هو ان عدم فتح باب الانخراط لجميع ساكنه فاس. حنا بغينا جميع ساكنه فاس انها تكون ممثله داخل هذه الجمعيه هذه. ما يمكنش 46 واحد وقلت بان اغلبهم من عائله معينه انهم غادي يسطوا على واحد الارث، واحد الهويه ديال هذه المدينه هذه. حنا غادي نبقاو نحاربوا، غادي نضلوا نحاربوا الى اننا نطهروا الفريق ديالنا من جميع الاشخاص الغير مرغوب فيهم. الاشخاص كذلك الغير مرغوب فيهم اللي هما من بينهم شاقور اللي هو من التسعينات وفي التسيير. شنو النتيجه؟ لا شيء. مؤخرا كنسمعوا بان المؤطرين داخل الجمعيه ما مخلصينش. شفنا بانه كاين واحد الايرادات ماليه دخلت هذه السنه هذه ما عرفناش فين توجهت. الان كنتوصلوا بمعطيات واحده اخرى، هو ان الكونت ديال الجمعيه تم الحجز عليه شي سبب معين، مازال ما عرفناش شنو هو السبب. استبشرنا خير انهم جاوا واحد المستثمرين جداد دخلوا واحد الاموال، كل شيء عارفه بان واحد الشخص هو ضخ واحد 5 ديال المليار و100 مليون. حنا لا نثير الورود لاي شخص، والنهار اللي غنشوفوا بان شي شخص كيدار الماس غادي نخرجوا له كذلك كيف ما بغى يكون الاسم ديالو وكيف ما بغى يكون الشكل ديالو. حاليا بغينا بان الفرقه ديالنا تتهيكل، بغينا الجمعيه انه يدخلوا لها وجوه جديده، فتح باب الانخراط، تخفيض من التكلفات ديال الانخراط. عيب وعار ان كانت كنعرفوا مدينه فاس بانها وضعيه اقتصاديه مزريه، كانت 5000 درهم، طلعوا الباب ديال الانخراط طلعوا ل 20000 درهم. حنا بغينا تخفيض ديال التكلفات ديال الانخراط. بغينا كذلك اننا نشوفوا وجوه جديده يترأسوا هذه الجمعيه. شاقور كافته هو من العهد الغابر يرحل يقدم الاستقاله ديالو. حاليا راه كانت مراسله من طرف الجامعه ومن طرف العصبه على اساس انه في هذه الايام هذه المقبله انها يكون جمع عام ديال الجمعيه. حاليا مازال كاين هناك تماطل، كنقولوا بان هذه هي غير رساله فقط، وهذه غير انذار دق ناقوس الخطر. لكن المستقبل غادي تشهد واحد التصعيد اللي ما ممكنش اننا نكشفوا عليه في ايام مقبله، غادي تتضح الامور.